المنزل لا يتسع للجميع. ذات يوم استأجر رجل منزلاً علي أطراف الغاية، وكان هذا المنزل مهجور منذ فترة طويلة لم يسكن فيه أحد. ثم قام صاحبه بإعادة صيانة وطلاءة من جديد وتغيير ديكوره، ثم عرضة للإيجار. فجاء هذا الرجل واستأجره. يحكي هذا الرجل قصته الرهيبة قائلاً: نقلت أمتعتي إلي هذا المنزل، وقضيت فيه أول ليلة مع زوجتي وأطفالي. كانت ليلة هادئة وجميلة، ومرت عدة أيام حتى استقرينا في هذا المنزل. كنت سعيد جدا بهذا المنزل المطل علي منظر أطراف الغابة المدهشة، وأطفالي سعيدين للغاية بالحديقة الصغيرة الملحقة بالمنزل، والتي يقضون فيها النهار يلعبون ويمرحون. كنت أذهب إلي العمل صباحاً وآتي في المساء، وأنام مبكراً لمواصلة العمل في اليوم التالي. ولكن زوجتي كانت تحب كثيراً السهر أمام التلفاز، وبعد مرور أسبوع جاءت إلي فراشي وهي تركض، والخوف يملأ عينيها، قائلة أن هناك أمر عجيب في هذا المنزل. فسألتها وما هو. أخبرتني أنها كل ليلة تسمع ضجة في الممر المؤدي إلي المطبخ، وفي بعض الأحيان تسمع صوت صراخ أطفال وصوت رجلهم وهم يركضون في إرجاء المنزل. حاولت تهدئتها، وأخبرتها أن هذه الأصوات يمكن أن تكون أصوات المذياع أو التلفاز، ونصحتها أن تواظب علي صلاتها وتكثر من قراءة القرآن حتى لا تعود إليها هذه الوساوس من جديد. هدأت قليلاً ونمنا في هذه